ألف مبروك فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره التنزاني بحصة هدفين مقابل لا شيء، وبذلك يضمن المنتخب الوطني المغربي التأهل لمونديال 2026 المقامة بأمريكا وكندا والمكسيك. الشوط الأول للنسيان، شوط باهت جدا لم يقدم فيه لاعبو المنتخب الوطني المغربي ما كان منتظر منهم، لتنتهي الشوط الأول بحصة 0-0. الشوط الثاني عرف ضغط ولو بنسبة قليلة. المنتخب الوطني المغربي تكلل بهدف أكرد ليستمر الضغط. المنتخب الوطني المغربي ضربة جزاء نفذها إبراهيم دياز لتنتهي المقابلة بحصة هدفين مقابل لا شيء. أداء المنتخب الوطني المغربي أداء ضعيف جدا، يجب تدارك الوقت قبل فوات الأوان. دفاع ما زال في أخطاء، وسط الميدان غير منسجم، هجوم ضعيف. أقولها للمرة الثانية، الأداء مع المنتخب الوطني المغربي ضد النيجر أداء لا يشرف الكرة المغربية. أداء المنتخب الوطني المغربي مع نظير تنزانيا لا يشرف الكرة المغربية. حاليا منتخب ضعيف غير منسجم، ما زال الوقت لتمرير الوقت، يجب إيجاد حلول في أقرب وقت قبل فوات الأوان. بهذا المنتخب حاليا ما غنمشوش بعيد وما غنقدروش نديو كاس افريقيا